السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهاردة مع بعض هنعمل احلى صوص كراميل اقتصادي سهل سريع. هتعمليه بالمكونات اللي عندك في البيت ومش هكلفك خالص. لا هتستعملي كريمة ولا هتستعملي قشطة. هقولك ازاي نعمله مع بعض تستخدميه كصوص كراميل او تستخدميه كصوص توفي تحطيه على التورت والجاتوهات او اي حاجة انت حباها. هنا القوام بتاع الكراميل لما اتحط في التلاجة بقى تقيل شويه، عايزاه اخف من كده هقولك تعملي ايه، عايزاه اتقل من كده هقولك تعملي ايه. انا هنا بفضل ان انا بعد ما بعمل الصوص بتاع الكراميل ان انا افضيه في الازازه المخصصه للصوصات اللي انا بكل سهوله بقدر ان انا اصب بيها. تمام، عشان يبقى سهل عليا وانا بصبه او بزين بيه اي حاجه انا عايزاها. فالازازه دي بتبقى سهله جدا في الاستخدام. بفضي فيها الكميه كلها وبخليها عندي، يا اما بحتفظ بيها في التلاجة، يا اما بره مش هيحصل له اي حاجه ان شاء الله. لكن لو مش هتستعمليه على طول حطيه في التلاجة. تعالوا يلا نقول هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه بعملها بجيب عندي ووك او صينيه او حله، اهم حاجه ان هي تكون لونها فاتح، ما تبقاش تيفال ولا جرانيت غامق. تمام. بحط فيها كوباية سكر ابيض ناعم، مش بودر ومش سكر خشن، تمام. ابيض ناعم زي ما انتم شايفين كده. والنار بتبقى هادية على يعني متوسطة، لا عالية قوي ولا شمعة، يعني بتبقى متوسطة. وبسيب السكر براحته خالص، ما بجيش جنبه، مش بقلبه، بسيبه يتكرمل زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول ان انا اصور لكم مراحل تغير لون السكر لما بيتكرمل. انا ما قلبتش خالص، ما حطيتش فيه معلقه، بمسك الوok او الطاسه بتاعتي واحركها بس كده من غير ما بحط معلقه خالص. انا هنا بحاول انزل الجناب بتاعه السكر اللي هي لسه ما كانتش دابت كويس، بحاول انزلها بالراحه خالص. ومش بقلب يا جماعه، انا بقلب امتى؟ بقلب لما زي ما انتوا كده شايفين السكر داب تماما. وببدا بحط على كوبايه السكر اللي دابت وبقت كراميل، بحط عليها مكعبين زبده او معلقتين زبده كبار. وبعد كده بنزل عليه علشان بقى القوام بتاعي يتقل ويبقى تحفه. كوبايه لبن، لا هحط كريمه ولا هحط قشطه، كوبايه لبن عليها معلقتين نشا وظرف فانيليا. وبقلبه مع البارد وبحطه مع الكراميل. وطبعا زي ما انتوا شفتوا المرحله لما الكراميل اتجمد كده، اوعي تخافي هيتفك وهيبقى معاكي صوص تحفه تحفه تحفه. دي المرحله بعد خلاص ما اتاكدت ان السكر كله داب وان الكراميل تقل معايا. انا هنا صفيته تمام علشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات. بصوا اللمعه، بصوا القوام، صوص تحفه تحفه جدا واوفر من بره. وهتعمليه بكل سهوله من غير اي تكلفه خالص. هنا طبعا كان سخن، هسيبته بارد عشان استعمله صوص كراميل، او حطيته في التلاجة عشان ازين بيه احلى صينيه اشطوطه. بجد تحفه، الصوص طعمه جميل جدا، جربيه على ضمانتي. وقولي رايك في الكومنتات، ومستنياكوا تعملوا لي شير وسبسكرايب عشان نكبر مع بعض. وشكرا جدا ليكم، اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم، واتمنى اكون ان انا اديت لكم ولو معلومه صغيره خالص. اي استفسارات انا معاكم في الكومنتس. سلام عليكم.